النهارده في البطوله دي، واتمنى ان احنا نجيب دي اقل حاجه نعملها لك يا كابتن عادل. انا كنت اتمنى يعني في طبعا لسه في لقاءات ثانيه يعني مجهزين حاجات. انا احب اوجه رساله ان شاء الله المسؤولين في الرياضه في مصر عامه. عايز تقول لهم ايه يا كابتن؟ انا عايز المنظومه الرياضيه تعمل على تشجيع الشباب وتديهم دفعه ان هم يطلعوا اللي جواهم بعدم وجود كلمه واسطه، بوجود كل واحد ياخد حقه، وان لم نعطي كل ذي حق حقه، يعني لا نصفق للباطل. ايوه يعني عايز تقول ان كنت لا تستطيع ان تنصف الحق فلا تصفق للباطل. لا نصفق. طيب الكابتن عادل حجازي يعني عطاء وافر في كرة القدم، يعني كأدائه كمدرب بقى، يعني يقول ايه للمدربين دي؟ طبعا يعني يقول ايه للمدربين؟ يعني هنشوف، والاجابه هنسمعها من الكابتن عادل حجازي. معانا حاجات لاول مره، واول مره يصرح بها الكابتن عادل حجازي على فكره، هيقولها ولكن بعد الفاصل سنواصل. احمد حسن لفريق السريره. انت معايا ولا معاه؟ وحصل الكابتن الاثنين ينزل عادل حجازي لاعب فريق كبير ينزل على لقب احسن لاعب في دوري السعوديه. كابتن عادل الكابتن مصر عايز يمشي. كابتن عادل حجازي مدرب كرة. صورنا ماشي. مدرب مدرسة الكرة في نادي الأمير الرياضي. ماشي هنصور بس الكابتن عادل وهنمشي. خد يا حبيبي. الو انا جاهز يا حاج محمود. اللاعب الكبير نجم نبارين هداف نبارين بقاله 3-4 سنين ما شاء الله، يعني نظام غريبه هداف نبارين. الراحه فيه طبعا لعيب كبير ويجي يمتعنا وان شاء الله نتمتع معاه ان شاء الله النهارده لقاء كابتن احمد عبد السلام نجوم فريق صدقه اللي نزل النهارده، وهو تقريبا كابتن الفريق كابتن علي حسين، وفريق الخمسه نازل النهارده يعني لابس فانيلا كده بتاعت برشلونه. نتمنى طبعا واخد البطوله الكاس اللي فات، ونتمنى طبعا انه يمتعنا يبقى اللبس اخترت من كل بلد شخصيه، مش هقول افضل لاعب ولا هقول احسن اخلاق ولا هقول احسن حارس مرمى. اخترت من كل بلد واحد يشرفني في بلدي. كابتن عادل حجازي من حماية الأندية. كابتن اسماعيل علي السيد من ابو داوود. برضه تحت الاخلاق في الدورة كابتن عادل حجازي التطور من لجنة المنظمة. الدرع لأحسن أخلاق كابتن عادل حجازي لاعب نادي الترسانة. حتى بين كلي العبدين وأبو داوود محمود محمد جابر. وبعد ما رجعنا من الفاصل كابتن عادل حجازي، تحب توجه رسالة أو نصائح غالية لأول مرة بيصرح بها الكابتن عادل حجازي
وأول مرة يفوض بجوده والإخلاص الوافر من الكابتن عادل حجازي لكل مدربي وكل من يجيد لعبة كرة القدم في مصر. يحب يقول ايه للجماهير واللاعبين والمدربين والمعلقين وإلى قيادات المسؤولين من هذه اللعبة الشيقة، لأن هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم كما نعلم. يعني يا ترى الكابتن عادل حجازي يقول ايه لهؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أوجه رسالة أولا لاعبي كرة القدم في العالم والوطن العربي ومصر وبلدي. لاعب الكرة لازم يكون معه حقيبة رياضية، حقيبة رياضية في ذهنه مكونة من أولا الأخلاق الرياضية. ايه الكلام التقيل ده يا كابتن؟ نعرف عنك ان انت فيلسوف كرة قدم الحمد لله حتى بره الملعب. الحمد لله. المبادئ الأخلاق الرياضية يا سلام نفتقد إليها والله يا كابتن. لازم يكون الفريق كله يحترم بعضه في الاحترام. تمام. الاحترام هو مفتاح النجاح في كل شيء، مش في الكرة بس. فلو عندنا لاعب محترم هينجح. تمام. طالما هو محترم يبقى الحاجات التانية سهلة بالنسبة له. يبقى لاعب الكرة الحقيبة أولا الأخلاق الرياضية، الاحترام. لازم يكون موهوب، مسؤول معاه زاد من الشيء ده. لازم موهوب يتزود بالشيء ده. موهبة كرة القدم بتجمع بين الأخلاق والأداء الفني. تمام. والأداء الرجولي والاستعداد النفسي. ده تحت كلمة موهبة. يعني موهبة ما بتتواجدش في أي واحد كده، ما بتتواجدش في أي إنسان كده. الموهبة بتتواجد مع اللي يقدرها، مع اللي بيحملها. عايز تقول يتحمل مسؤوليتها، مش أي حد. يتحمل مسؤوليتها كاملة وبيعرف قدر نجاحها. تمام. فلذلك ما بيفرطش فيها بسهولة. ولذلك اللي فيه موهبة بتظلم في مكان ما، طيب بتبقى صبورة تروح مكان تجرب فيه تاني، لأن ما بتفقدش الثقة. تمام. الله. فبالنسبة للاعب كرة القدم حقيبة كاملة يعمل استعداد نفسي عند تواجد المدرب. الكبير المصري عادل حجازي واختير من مصر ومن افريقيا لانه الافضل. اتعلم المهاره ازاي؟ يبقى في حاجتين ماشي. اديني الكره، عد من وراها بس براها اهو بيمين. هات الكره ثانيه اهو. اديني الكره ثاني.